أمير كرارة راجع في العيد بفيلم البعبع مع ياسمين صبري ومحمد عبد الرحمن والمخرج حسين المنباوي. تعالوا نشوف التريلر ونتكلم عليه. ازيك يا ماما؟ بابا مين يا؟ الحقوني! الست دول بقى عايزين يخطفوني! الست دي عايزة تخطفني! تعالوا! الفيلم من غير حرق بيحكي عن شخصيتين من عالمين مختلفين بتضطرهم الظروف انهم يتقابلوا مع بعض. الاولى هي شخصيه المجرم التايب سلطان اللي بيلعبها امير كرارة ومعاه المساعد بتاعه محمد عبد الرحمن، والتانيه هي الصيدلانيه اللي من طبقه هاي كلاس واللي بتلعب دورها ياسمين صبري ومعاها ابنها الولد المجرم اللي انتوا شفتوه في التريلر ده. الولد ده اسمه جون رامز، موهوب بالفطره وتلقائي بشكل غريب. الواد شكله بلطجي مش طبيعي ودمه خفيف بالفطره. انا والله مفيش حاجة! اخلص يا سلطان، هتدفع ولا تسيبنا العب اللعبه الاخيره؟ لا هتدفع. ليه ما تتمشي حلو ليه؟ حلو قوي القلم، مضروب صح. يا معلم عرفنا ده كان سلطان. باسم سمرة شكله عامل دور مختلف، صحيح هو راجل عصابات بس شكله مختلف المرة دي. 34 جنيه. ليه؟ ازازة بيرة؟ طالب ازازة مية. انا ما شفتش كده في حياتي. في اللقطتين اللي انا شفتهم لياسمين صبري شكلها طبيعية وتلقائية جدا. ايه البدل دي؟ الكلام ده في كونكريت. انتوا واخدين بالكم من الصورة؟ الصورة حلوة قوي والالوان مبهرة، ودي عادة المخرج حسين المنباوي. اللي شاف منكم جزيرة غمام او سوق الكانتو يشوف قد ايه الصورة كانت حلوة. هو مصور فعلا في امبابة. حلو قوي التصوير في الاماكن الطبيعية ده. الاكشن كمان معمول باحترافية عالية قوي. لا حلو فعلا، شكله هيبقى كوميدي جامد جدا. تلج ولا بيبس؟ وشرف امي لو اوريكم. الكوميديا في الفيلم شكل معظمها هيبقى على محمد عبد الرحمن. تناسوكا يا اولادي. شكل امير كرارة راجع بفيلم مختلف بعد 4 سنين من الغياب، عايز يحقق فيهم نفس النجاح اللي حققه في كازابلانكا وحرب كرموز، خصوصا بعد عدم التوفيق اللي قابله في مسلسل سوق الكانتو السنة دي في رمضان. شكل الفيلم جامد، كل سنة وانتم طيبين.